السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي الحلوين عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع بعض على حرف جديد، حرف الميم. اسمه إيه يا أصحابي؟ ميم. يلا بينا يا أصحابي نتعرف مع بعض على بعض مدلولات لحرف الميم. ميم موز، ميم مركب، ميم مفتاح، ميم مربع، ميم مهندس، ميم مقص. يلا بينا يا اصحابي نتعرف مع بعض على حركات الحروف. طبعا احنا عرفنا حركات الحروف: فتحة، كسرة، ضمة، سكون. اول حركة يا اصحابي ميم فتحة ما، ميم كسرة مي، ميم ضمة مو. يلا بينا يا اصحابي نتعرف مع بعض على مواضع حرف الميم في الكلمة. طبعا احنا عرفنا ان مواضع الحرف في الكلمة يعني في اول الكلمة، في وسط الكلمة، في اخر الكلمة. في اول الكلمة يا اصحابي بيكون متصل بالحرف اللي بعده عشان يكون كلمة. في وسط الكلمة ممكن يكون منفصل او متصل، وفي اخر الكلمة يا اصحابي ممكن برضو يكون متصل او منفصل، زي الامثلة اللي قدامي دي يا اصحابي. ميم اهو يا اصحابي في اخر الكلمة بيكون هنا منفصل عشان قبله حرف من الحروف الرافصة، وممكن يكون متصل بالحرف اللي قبله. يبقى احنا النهارده ان شاء الله كده يا اصحابي اتعرفنا مع بعض على حرف الميم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا اصحابي.